ازيكم عاملين ايه؟ This is دكتور شيماء. مشروب النهارده اللي انا هقول لكم عليه له فوائد كتير جدا ليكم، فلو انت عندك مشكله من المشاكل اللي انا هقول لك عليها دلوقتي في الفيديو ده فالمشروب ده ليك. اول حاجه، لو انت عندك مشكله في البطن، عندك دهون على البطن كتير قوي وعايز تتخلص من دهون البطن دي فالمشروب ده ليك. يبقى اول فايده للمشروب بتاعنا هو التخلص من دهون البطن بتاعتك. كمان لو انت عندك امساك مزمن، طول الوقت عندك امساك ومش لاقي له حل، وكمان استخدمت كل الوسائل عشان تعرف تعالج الامساك ده ومعرفتش، فالمشروب ده هيعالج لك الامساك، كمان الانتفاخات والغازات اللي انت على طول حاسس بيها. لو انت مريض سمنه وعندك دهون كتير في الجسم وخصوصا منطقه البطن، فانت اكيد عندك التهابات مزمنه في الجسم. الالتهابات دي مع الوقت بتمنع نزول الوزن عندك، يعني بتخليك ثابت في الوزن وبتخلي بطنك ما بتنزلش ابدا مهما عملت. عشان كده المشروب بتاع النهارده هيعالج لك التهابات الجسم، فهيخلي جسمك يبدا يخس وينزل، كمان محيط البطن والخصر عندك هيبدا ينزل ويبدا مقاساتك تختلف تماما. بيحسن عمليه الهضم، كمان بيحسن القولون عندك جدا، كمان بيزود حساسيه الخلايا لهرمون الانسولين وبيزود حرق الدهون في الجسم. تابعوا معايا الفيديو للاخر. اول حاجه هنستخدمها في المشروب بتاعنا وهو الشمر من الحاجات اللي بتقلل الانتفاخات والغازات، كمان بيحسن الهضم جدا وهو مضاد اكسده قوي جدا فهيقلل التهابات الجسم عندك. تاني حاجه عندنا هو البابونج بيقلل التوتر، كمان بيحسن جوده النوم، والاتنين دول بالذات من الحاجات الاساسيه اللي ممكن تزود الوزن عندك او تثبت وزنك كمان، لان التوتر او الاسترس بيزود هرمون الكورتيزول عندك، فده بيزود عندك دهون البطن والارداف. كمان قله النوم او قله جوده النوم ده بيقلل هرمون النمو عندك، كمان بيزود تخزين الدهون في الجسم، فهو بيحسنهم جدا. كمان بيقلل التهابات الجسم عندك وبيقلل الالتهابات الموجوده كمان في خلايا الكبد، فتبدا الدهون بتاعه الكبد تقل وتنزل عندك، كمان زي ما قلنا دهون البطن تبدا تنزل ويبدا مقاس وسطك يختلف. كمان بيحسن الهضم جدا وبيريح القولون. بعد كده عندنا الكمون، والكمون مفيد جدا للمعده والقولون، كمان مضاد التهاب قوي جدا. تعالوا مع بعض نعمل الوصفه بتاعتنا ونكمل باقي المكونات مع بعض، وبعد كده ارجعوا لي عشان نعرف مين المفروض يستخدمه. هنحط نص معلقه صغيره من الجنزبيل في كوبايه. الجنزبيل مضاد اكسده قوي جدا ومضاد التهابات كمان قوي جدا، بيحفز حرق الدهون في الجسم، وفي دراسات كمان بتقول ان هو بيقلل الشهيه. بعد كده هنضيف معلقه صغيره من الشمر، بعد كده هنضيف معلقه صغيره من البابونج، معلقه صغيره من الكركم، وطبعا لازم نضيف معاه ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ده بيحفز امتصاص المواد الفعاله في الكركم. معلقه صغيره من الكمون مهدئ للمعده والقولون جدا وكمان طارد للغازات. بعد كده هنضيف ميه سخنه من الكاتل ونسيب الخليط ده كله منقوع لمده 10 دقايق مع بعض. بعد كده هنغطيه وبعديها ب10 دقايق نبدا نقلبه تقليبه وبعدين نصفيه. تقدر تضيف له عسل او سكر دايت لو انت حابب، جربوه هيفرق معاكوا قوي. بعد ما عملنا الوصفه بتاعتنا، الوصفه دي مفيده لمين؟ مفيده جدا لاي حد، اي حد، خصوصا الناس اللي عندهم مشاكل في المعده والقولون. الوصفه دي مناسبه جدا ليهم، مش هتلهب عندهم المعده، مش هتتعب عندهم المعده، فهي مناسبه جدا ليك. ممكن تاخدها مره واحده في اليوم قبل النوم، ده هيحفز حرق الدهون عندك في الجسم، خصوصا كمان لو انت نايم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه ولايك وشير للفيديو. لو في اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس تحت.